هي القصة أنا بصنفها المضحك المبكي الحزين الوقح الحقير. هي وحدة من مئات القصص والمواقف يلي حصلت معي، وخصوصا في مرحلة الطفولة. في مرحلة الطفولة أنت دائما هون بدك تشكل عقليتك، بدك تشكل شخصيتك على حسب تعاطيك مع المجتمع وحسب تعاطي المجتمع معك. تمام؟ كان عمري 14 سنة، والله يمكن أقل حتى. فكنت شغال في ورشة خراطة، فالمعلم بعتني مشوار، قال لي روح جيب غرض. فالمنطقة كانت منطقة اسمها أول طريق الباب. في هون كان شارع اسمه سد اللوز، لسه ما كان فيه محلات ألبسة وما كان فيه شيء. في نص هذا الشارع كان في بياع فلافل، محل هيك صغير ببيع فلافل. فهذا كان بياع الفلافل ايش عامل؟ قدام محله على الرصيف عامل هيك علوة حوالي 15 سم ومبلطة. الرصيف كان مثل الزريقة، يعني الياسي، يعني باش بسموها، ما هو مبلط يعني اصلا. فهو قدام محله كان عامل هيك مثل العلوة وعاملها بلاط، والبلاط اللي عامله هو ناعم. والعفو منكم، انا كنت لابس وقتها شحاطة، وهي الشحاطة بتزحلق يعني على المي بتزحلق. وهو ايش كان عامل؟ طبعا الرصيف عرضه حوالي شي متر ونص كان. فهو كان حيطة برميل بلاستيك، هاد تبع ال 150 لتر 200 لتر، برميل بلاستيك، وحيطت عليه صينية مطبع عليها أقراص الفلافل بشكل هرمي هيك. صار له يمكن 3 أيام عم طبقها، والفلافل عفن وهو عم طبقهم، وعم يقلي أخوه وعم بقول له عفنوا الفلافل وأنت عم تطبقهم، خلص بقى زبتهم. وهو لا، مصر إنه يعمل الهرم. وقالوا الأهرامات في مصر، هو لا، قال له الأهرامات في سوريا. المهم ما علينا. وانا هو مطبق الفلافل، صار له 3 4 ايام عم بطبق فيهم، وانا معدي لكم من هنيك، واذ اتزحلق. بزحلقتي شلون كاني واحد نازل على كريستيانو رونالدو بده يشيله 17 متر زته عند الجمهور. انا هيك صار فيني. بس وين كانت نزلتي؟ مو على كريستيانو، كانت نزلتي على البرميل. واروح لكم على البرميل من تحت. البرميل عمل قفز مظلي حر. شلون ابو البيش بيعمل قفز مظلي حر من على الشفره وبنزل بقول له بدي مظلتين لانه المسافه طويله؟ انا هيك صار معي نفس القصه، بس على البرميل خيو. وما اشوف منكم الا هالفلافل طارت بالسما، الفلافل عم بتطير ونزلت هيك بالشارع. تعبت الدنيا فلافل، تعبت الدنيا فلافل. انا تزحلقت واكلت وقعه ميكني. يعني بتعرف واحد لما، طب انا ماشي على الرصيف يعني يا غافر الك الله مثل ما بيقولوا يعني. فما كان منه صاحب المحل الا يعني رقد لبرا ونسي الفلافل ونسي الدنيا وكمش فيني، دق فيني من هون هيك كمشني. وهو وقتها شاب يعني ابن 17 18 سنه. بس الله وكيلكم يا شباب، فصل 3 مني كان. لا تشوفوني انا هلا وزني 700 كيلو، انا هداك الوقت كان وزني يمكن 13 كيلو وربع، والله جد. فصل مني 3، اقسم بالله العظيم. دق فيني وشالني هيك، قال لي هلا بدك تدفع لي حق الفلافل، وشلفني هيك على الارض. يعني فوق وقعتي اكلت وقعه ثانيه انا. والله انا ما بقيت استوعب ايش عم بصير عن جد. يعني انا ما بقيت استوعب. المهم رجع شحطني، دخلني على المحل لجوا، قال لي هلا بتدفع لي حق الفلافل هدول ما بعرف كم قرص. قال لي صار لي 17 سنه انا عم بجمعهم، ما عم بنباعوا معي، هلا بدي اضررك فيهم الك. المهم انا هون يعني توترت، يعني طفل 12 13 سنه هيك عمري. فصرت ابكي، تجمعت شوي العالم. فقام الله بعث لي انسان. يعني قليل ما الله يبعث لك هيك بني ادم، قليل قليل. يعني كلهم اجوا صاروا يصفوا معه جيرانه، وهذا انه ما اعمى مالك شايف ولك عم تلعب انت ورفقاتك، صار 1000 قصص. لا قلت له والله يا عمو انا تزحلقت، يعني انا ما بتحسن احكي اصلا من خوفي. ارعبني ارهبني لعن حياتي. ما بنسى هذا الموقف انا. المهم والله قام الله بعث لي انسان ما بعرف منين. ايش في يا شباب؟ دخل هيك قال ايش القصه؟ قال له هذا وقع هون، وقع لي الفلافل، عم بلعب هو ورفيقي، وانا لا عم بلعب انا ورفيقي ولا شيء. يخرب دياره عم بألف علي قصص ابن الحرام. قال له ايش بدك منه؟ ايش في؟ طلع هيك، قال له عيفوا للولد، عيفوا الولد خليه يطلع لبرا. والله خافوا منه. يعني الزلمه كان هيك انسان على وجهه الوقار بصراحه، يعني عنده شخصيه قويه. فوالله خافوا منه، طالعني لبرا، مسكني هيك من ايدي، قال له انت بدال، قال له انت اول شيء ممنوع تحط هذا الاكل برا، ممنوع تحط الفلافل برا. اول شيء هذا الرصيف ما هو الرصيف اللي خلفك،
ما هو الرصيف لك هذا. اول شيء انت ممنوع تحط الفلافل برا هيك وتشغل الرصيف. هو ما دخل على محلك ووقع لك اياهم. قال له ثاني شيء انت كنت، هو فهمتكم بشغله، انا كان هو عم بمسح عم بشطف قدام المحل، انا تزحلقت. قال له بعدين انت عم تشطف مفروض مثلا تحط حاجز، تحط شغله مشان العالم تنتبه. قال له هذا الزلمه ماشي تزحلق. قال له هذا لو والله مكسور، لو صاير له شيء، هذا مين بتحمل مسؤوليته؟ مين بيعوضه اذا هذا انكسر صار له شيء ولد، او والله اذا هو صاير له شيء اصلا. فوالله كلام كثير انحكى. قال له بدال ما تعوضه وتجي تطمن عليه وتطلع عليه وتفحصه صار معه شيء، بس همك اقراص الفلافل تبعيتك اللي صار لك 3 ايام عم بتطبقها ومعفنه يا كلب ما حدا عم ياكلها، عم تطحن شحاطات للعالم بتطعميهم. قال لي تا عمو انت وين رايح؟ وين ساكن؟ انت ابن مين؟ وين رايح؟ بيت اهلك مين هذا؟ لك انا ما بدي شيء، انا بدي اخلص. لك انا بدي اخلص. يعني انا بدي، يعني بتعرفوا حجم الخوف اللي بيكون عند الطفل للاسف. فوالله آزرني وطيب خاطري، شال وقتها اعطاني كم ورقه، قال لي ابني خذ، راح جاب لي اكله، جاب ما بعرف ايش سوى لي شغله يعني وقتها، اكرمني الله يكرمه وانقذني من هذا الموقف. ومن وقتها هذا صاحب المحل ما عاد يحط الفلافل برا، منعه وسبب له كثير ازعاج يعني. وقف معي وصرت انا كل ما اروح واجي من نفس الشارع ما بتعدي بنفس الرصيف، صرت اروح على الرصيف الثاني واعدي واطلع فيه هيك واجي اكره. انه شوفوا لك صرت مصدر قوه. وين بدي اوصلك؟ لما بيكون انسان صاحب حق ضعيف بده حدا قوي يناصره شوي، يساعده انه ياخذ حقه، لانه في ناس ظلام ما بتخاف الله بيستضعفوك، لما بشوفوك ضعيف بيستضعفوك. هي قصه صغيره بس ممكن فيها عبره كثير للكلام. والشيء اللي عم بصير في بلدنا للاسف انه الناس المستضعفين للاسف ما في قوي يوقف يسندهم لحتى هذا الشخص اللي عم يظلمهم يعمل لهم حساب او يستهاب منهم. انا اسف الفيديو صار كثير طويل، بعتذر منكم على الاطاله، بس بقول لك شغله دائما فكر فيها.